ما بدي إنه هو to judge me to criticize me. لما يكون في sexual abuse بالعائلة هون بالنسبة لنا البروكن هومز. خزلني أنا كنت متوقع منه كتير أكتر من هيك وهو عطاني أقل بكتير من اللي أنا بتوقعه. الوجع يلي الإنسان بحسه لما يحس بقلة قيمة وقلة احترام هو شعور جدا قاسي وجدا صعب حيلا إنسان شو ما كان عمره يقدر يتحمله. سن البلوغ بيوتر أي حد كبار وصغيرين، وبنبقى بجد مش عارفين نعمل إيه، تايهين كده في الحاجات الكتيرة اللي حواليهم، الشاشات والصحاب، نظام التعليم مختلف، كل حاجة بتختلف، وساعات ده بيعمل فرق كبير قوي ما بيننا وبين ولادنا. النهاردة معانا ريهام منذر نتكلم بالظبط على المواضيع دي ليها علاقة بسن البلوغ والولاد بيكبروا، ازاي نقوي العلاقات، ازاي نحسن الدنيا ما بيننا وما بينهم عشان نقدر ان احنا نوصلهم للمرحلة اللي بعدها ويبقوا ناس عاقلة وشاطرة ولذيذة وقادرين ان هم يكونوا بجد سبب حلو قوي لكل حاجة بتحصل حوالينا. خليكم معنا. اهلا بيكم في بودكاست الموضوع عائلي جدا. انا حنان عز الدين مؤسسه ذا فاميلي هاب. الموضوع عائلي جدا جزء من منصه ذا فاميلي هاب اللي شغلتها الاساسيه ان هي تعمل توعيه على كل حاجه ليها علاقه بالتربيه الايجابيه في البيت وفي العيله. بنعمل ورش ووركشوبس وايفنتس وحاجات كتيره قوي للامهات والابهات، وعندنا كورسز متسجله وكورسز بنعملها لايف وجودكم، ده غير بقى الكتب والجداول وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها عشان نقدر نساعد في البيت على قد ما نقدر معاكم عشان نربي ولاد سوية يقدروا فعلا يعملوا فرق في المجتمع اللي هم فيه. طارق عنده 13 سنة، ولد لذيذ شاطر في المدرسة، بيحب الماث جدا، من الناس اللي هو مالوش في الرياضة قوي بس عنده الأصحاب لزاز، مش أصحابه مش كتير بس دايما كبروا معاه وchildhood friends كده قريبين منه. بدأ بقى له فترة بيقعد لوحده في الأوضة، بيصحى الصبح جرامبي جدا، مش في أحسن حالاته، بيروح المدرسة بيرجع يقفل على نفسه، ما فيش أي حوار واضح ما بينه وبين أهله، الكلام كله متنطور كده ومش حاجة واضحة وصريحة. والصراحة أن أهله دايما شايفين أنه هو طب عادي، ما هو كل الولاد في السن ده كده، بيتعصب من حاجات قليلة، وشايفين أنه عادي كل الولاد في السن ده كده. ولما بيقعدوا في قعدة family friends وبيبقى عندهم الأولاد، أغلب الأهالي بيقولوا إن ولادهم دي سمات السن، والحقيقة إن إحنا قريب اكتشفنا إن ده مش حقيقي. في شو اسمه Adolescence على نتفليكس، زي ما بيقولوا كده it shook the internet، هو ده اللي حصل بالظبط. واكتشفنا إنه الولد اللي كان البطل الفيلم اسمه جيمي بيعمل نفس الحاجات اللي أولادنا بيعملوها في البيت، وإحنا شايفين إن هي عادي، والحقيقة إن هي ما طلعتش عادي خالص، لأنه زي ما الأهل قالوا إحنا we thought he was safe in his room، كنا فاكرين إنه هو قاعد في أمان في أوضته، طلع إن الولد عامل جريمة قتل. نعم. وهو عنده 13 سنة لواحدة زميلته كانت بتتنمر عليه في المدرسة. نعم. معانا النهاردة ريهام منذر. الحمد لله على السلامة يا ريهام. الله يسلمك. جاية من لبنان مخصوص، وأنا بجد أنتي بعتيلي إن أنتي جاية، أنا I jumped on the opportunity، قلت لك إمتى ورحت حاجزة الاستوديو من بدري. أنا فعلا مبسوطة إن أنتي هنا، وأنا كمان، وعايزاكي تحكي لنا على الاكسبيرينس بتاعتك الأول قبل ما نبدأ. إيه الاكسبرتيز بتاعك؟ أنتي أصلا عارفة إن أنتي child psychologist، بس عايزاكي تحكي لنا سنة صغيرة عنك، وبعد كده نتكلم في قصة طارق، قصة كل الولاد اللي في سنه، بنات وصبيان. أول شيء thank you so much حنان for having me. يعني it was about time إنه أنا وياك نلتقي. إنه بنحكي مع بعضنا سنين بس ولا مرة ثاقبت إنه التقينا. It's a pleasure to be here عن جد. يعني I love your content, I love you as a person, you're such a sweetheart. عن جد، وبيبين السمات على وجوههم، يعني ببين قد إيه أنت عن جد إنسانة طيبة. You are يعني we've been talking and I can see قد إيه you're such a sweetheart. أنا درسي معي ماسترز in clinical psychology، وإلي بشتغل بهيدا المجال من 2011. It's been a while. clinical practice ever since 2011. I shifted working من الشغل مع الأولاد بالعيادة، لا صرت عم بشتغل purely مع الأهل. فهلأ أنا أبدا ما بشوف أولاد، بشوف بس أهل، وبساعدهم لا يعرفوا كيف يتعاملوا مع أولادهم بطريقة مزبوطة كرمال نقدر نربي جيل سعيد ومرتاح نفسيا.
بظل كل هالتحديات اللي عم نشوفها هلأ ومع كل التغيير، يعني the universe والكوكب شفتد يعني 2000 درجة مش 180. فمع كل التحديات اللي نحن كأهل عم نعيشها، فعم جرب ساعد الأهل قد ما فيه إنه يعرفوا يرجلجوا أمور حياتهم اليومية. لا بس انتي لما جيتي دبي صراحة عملتي فرق معانا. يعني انا عارفة كذا حد حضر السيشن بتاعتك اللي عملتيها من كذا يوم، كان نفسي يبقى موجودة بس كنت مسافرة. بس حقيقي فرق معانا جدا، وانا متأكدة ان الاهالي اللي هتسمعنا النهاردة الحلقة دي هتفرق معاهم بإذن الله، وان شاء الله يقدروا ان هم، انتي بتعملي consultations اونلاين كمان مش كده؟ صح. فدي حاجة برضو I think هتفرق مع ناس كتير. صح. طب ريهام، ايه رأيك في القصة بتاعت طارق، وايه رأيك في موضوع adolescence اللي احنا بنحكي فيه؟ انتي قلتي حاجة واحنا قاعدين off air لذيذة قوي، قلتلك انا بقولك انه الفكرة ان هي الشو ده هز الناس كتير، انه هو الولد كان شبه ولادنا، زي الولاد اللي احنا مربينهم في البيت، بيدخلوا البيت وبيعملوا كده وقاعدين على السوشيال ميديا طول الوقت. احنا بنشوفهم بيعملوا interactions على السوشيال ميديا، بس ما بنبقاش فاهمين الحاجات الموضوع. والولد جاي من أسرة عادية، من أب وأم بيشتغلوا شغلانات عادية، في مدرسة عادية. يعني انت عارفة دايما تقولي ايه، لا أصل هم دول مثلا كلاس مش عارف ايه، لا أصل هم دول في بابل فظيعة، دول الناس الأغنياء قوي اللي مش واخدين بالهم. لا، ده طفل طبيعي في عيلة طبيعية وبيتعايش بشكل طبيعي. صح؟ صح. وبعدين أنا قلتلك هو حتى مش جاي من broken home. انتي قلتيلي لا the home is broken بطريقة تانية. قصدك ايه؟ نحن بالنسبة لنا broken home يمكن الأهل لما يكونوا منفصلين، لما يكون البي بيخون الأم، لما الأم تخون البي، لما يكون في ضرب وعنف جسدي، لما يكون في sexual abuse بالعائلة. هو اللي بالنسبة لنا broken homes. بس أنا قصدي أنه هالعائلة it's broken بطريقة مختلفة، لأنه هيدي العائلة خصوصا يلي موجودة بقلب هيدا السيريز اللي حضرناه it's broken بطريقة مختلفة. ما فيه تواصل بقلب العائلة. البي جرب انه هو يعود لابنه، هو لانه كان عم ينضرب البي من قبل بيه، فما بده يعنف ابنه ويضربه، فقام كان عم بيعمل ردة فعل تاني. يعني قال هو الصبي جيمس انه بي لما كنت انا مش منيح بالفوتبول كان يبرم وجهه. صح. he was ashamed of me. فحتى بنظرتنا نحن لأولادنا، إذا نحن we don't transmit نظرة إيجابية، ونحن كتير بعلم النفس بنحكي عن النظرة، هيدي النظرة إنه أنا شوف ولادي، شو النظرة يلي موجودة بعيوني لأولادي، ابني كيف شايفني عم بشوفه. صح. شايف حب بعيوني، شايف فخر بعيوني، شايف تقدير بعيوني لإله، ولا شايف خذلان، شايف خيبة أمل، شايف إنه هو خذلني أنا كنت متوقع منه كتير أكتر من هيك وهو عطاني أقل بكتير من اللي أنا بتوقعه. هيدي النقطة كتير فرقت مع هيدا البطل لهيدا المسلسل. هو قال إنه، وعلى فكرة إذا بتلاحظي لما عرف البي انه ابنه هو اللي قاتل، من بعد ما شاف المشاهد برم وجهه. صح. مثل ما بيعمل بالضبط لما يكون عم بيلعب فوتبول ابنه وما يعمل الحركة المنيحة او يفوت جول. فهيدي انه يخبي نظرته ويبرم ويطلع لبعيد، انه انا ما بدي اشوفك خذلتني، انت خذلني انا. هالاي كونتاكت يلي هي وحدة من اسس التربية بعلم النفس. لما اعمل جلسات مع اهل بيبي جديد خلقان، شو اهم الاشياء ريهام يلي نحن لازم نعملها مع اولادنا؟ you look at them. صح. النظرة واحدة من أهم الاحتياجات النفسية للولاد، إنه هن to feel seen physically and emotionally. أنا ما فيه خلي ابني يحس حاله من شاف seen إذا هو physically not seen. إذا أنا بعيط له من دون ما أطلع بعيونه، إذا أنا بحكي معه ما عم بتطلع بعيونه. نحن وعم نردع، نحن وعم نعطي البيبرون، بدنا نطلع بعيون ولادنا نشوفهم physically and emotionally. فهيدا الصبي ما كان حاسس حاله seen بعائلته. صح. فكرتيني بقصة، كان عندي واحدة جايلي consultation، كانت متعصبة جدا من بنتها برضه سن 14-15 سنة، في السن ده. بتقولك ان هي البنت عادة مش عصبية وهادية وصوتها واطي وكده. فكانت قاعدة بتتكلم معاها وهي بتحكي لها على حاجة حصلت في المدرسة، والبنت كانت بتمر بشوية تنمر بيحصل من صاحبتها، بس الأم كانت بتقولي مش حاجة جد، يعني بيغلسوا عليها عشان شكلها ولا اي حاجة كده، مش جد أبدا.
بتقولي هي كانت بتقولي الكلام ده وانا قاعده على تليفوني وعاوز بتكلم مع صحابي. بتقولي لقيتها فجأة قليلة الأدب، البنت قليلة الأدب أخدت التليفون وراحت واخداه من إيدي وراحت رزعته على الأرض وقعدت تدوس عليها برجله. فبتقولي أنا مش عارفة أتصرف معاها إزاي، أنا مش عارفة إزاي. فسكت خليتها تتكلم لحد الآخر. بقى أنا قلت لها أسألك سؤال واحد بس، تفتكري هي عملت كده ليه؟ قالت لي عشان هي قليلة الأدب. قلت لها ماشي خلاص، هي قليلة الأدب وهي أنتي معرفتش تربيها، فلنفترض كل الأوبشنز دي. تفتكري هي عملت كده ليه؟ هي بتحاول تكلمك وتحكي لك حاجة وجعاها قوي وانتي مش بتبصلها، انتي حتى البصة مش بتديها لها. ما هي ما كانتش بتقول حاجة مهمة، قلت لها كانت بتقول حاجة مهمة جدا. بدي أقلك على هالموضوع شغلتين. أول شيء بالتريننج اللي ذكرتيه قبل شوي أنه عملته من فترة، قلت لهم للأمات بدنا نتطلع على تصرفاتنا وتصرفات ولادنا بطريقة أنا بسميها MCA, Most Compassionate Analysis. What is your most compassionate analysis for this behavior? لأنه نحن what we do is LCA, نعمل the least compassionate analysis. نحن بنطلع ما هي قليلة التربية، هي بلا مربى، هي بدها لازم تنضرب، هي لازم تتقاصص، لازم تنحرم الظهر، تنحرم المصروف، تنحرم التليفون. This is the least compassionate analysis. إذا بنطلع from a most compassionate analysis هيدي البنت is bullied. يعني كلمة bullied نحن بنقولها هيك كأنه مرور الكرام، بس الوجع يلي الإنسان بيحسه لما يحس بقلة قيمة وقلة احترام من وراء البولينج هو شعور جدا قاسي وجدا صعب. حيلا إنسان شو ما كان عمره يقدر يتحمله. يعني هيدي الأم بالتحديد لو حيلا حدا وجه لها ذات الكلمة اللي توجهت لبنتها how would she feel؟ صح. رح تحس شعور لا يوصف. طيب ليش أنا بدي أوكي إنه أنت نزعجتي كحدا كبير، ليه حدا تنمر عليكي؟ بنتك ما بحق لها تنزعج. We are all humans, we have the same emotions. لما نحن نحس disrespect و vulnerability وإهانة، فلما نحن نحط حالنا محل هول الولاد ونشوف من منظار الcompassion تصرفاتهم، there's always a reason behind these behaviors. the reason لما نطلع فيه بطريقة مزبوطة فيه يكون لأنه she's lacking a skill، وفيه يكون لأنه هي عم تمرق بظروف كتير صعبة، ولأنه emotionally ما عم تعرف how to regulate herself، ولأنه عم تقطع يمكن بترامز. هيدي اللحظة يلي البنت عاشتها it's a traumatic event من أصحابها و it's a traumatic event من أمها، لأنه أمها بهديك اللحظة she needed her. فهيدي أول تعليق على هيدا الموضوع، أنه أنا عن جد بدي أطلع ومنظوري ل تصرفات ولادي بده يكون فيها كتير تعاطف وامباثي. مثل ما بتوقع انه اذا انا يمكن عملت شي غلط بدي من جوزي يطلع على السلوك تبعي بطريقة تعاطف، ما بدي انه هو to judge me to criticize me، لانه ما في تصرف بيصير على الكوكب ما له سبب، سواء من بشر او من حيوانات او حتى من نبات. النبتة بتكبر في سبب، في إلها سيد، في طلعت شمس، انسقت مي، في إلها سبب. زيت شي تصرفات البشر في إلهم سبب. فإذا أنا ما عرفت شو سبب تصرفات ولادي مش يعني هن عم يتصرفوا بلا سبب. صح. So it's my duty to know what's the reason behind their behaviors، لأنه هن ما بيعرفوا يعبروا. أنا بدي أعلمهم كيف يعبروا، أنا بدي أعلمهم كيف يحطوا هالكلمات ليقولوا لي ماما أنا حاسس هيك. والتاني شغلة إنه نحنا كأخصائيين نفسيين كتير بنركز على شيء اسمه safe base. وهيدي الثيوريست جون بول بيحكي عنها، إنه الولد بده ينطلق بالحياة، بده يستكشف، بده يستقل، بده يروح يلعب، بده يروح يعمل علاقات اجتماعية، بده يظهر برات البيت، بده يروح على جاردورية، على مدرسة، على نشاطات activities etc. بس eventually بده يرجع على safe base تبعه اللي هو أنا. ولما أنا ما أكون هالsafe base تبعه رح يكون في عنده صراعات بينه وبين حاله، رح يتخبط فيها بينه وبين حاله لفترة قصيرة، بعدين رح تبج بشيء أنا مش قده. واحدة منهم الشيء اللي صار بأدوليسنس. أكتر حاجة بتخوفني في حياتي يا ريهام إن في البيت عندنا ما نبقاش أنا وجوزي أبو الولاد safe base لولادي. إن هو ممكن يرجع البيت عنده مصيبة
ويبقى بيدور على حد تاني يحكي له. ده واحدة من أكبر المخاوف اللي في حياتي، والحمد لله يا رب الدنيا ملمومة وانا اتحكالي حاجات يعني كان في ثبات انفعالي رهيب عشان تقدري تمسكي نفسك فيهم. بس بقول انه، ودايما بقول كده للبيرنتس بالظبط اللي انتي بتقوليه، اللي هو انا هعاقبك وانت قاعد على حجري. يعني تعالى انا هتعامل معاك وهوجهك وهيبقى في ديسيبلين في البيت وكل ده، بس في السبيس اللي هو امان، مفيش خروج، مفيش دخول، مفيش مش عارف ايه الحاجات دي كلها اللي بنقولها. بس مش هو ده الاساس. الاساس ان انا افهم السبب، ايه السبب behind البيهيفير ده، عشان الرياكشن ده كان رياكشن، كان رد فعل. طيب ايه بقى اللي حصل عشان يوصلني لده؟ فكان دايما في الفصول كنت بقول لماي students hate me for the right reasons. يعني اسقطوا معايا، انا هعرف انجحكم. يعني انا هعرف الم الدنيا enough ان انتوا تنجحوا وتعرفوا تخشوا الجامعة اللي انتوا عايزين تدخلوها وكل الكلام ده. بس احنا الفصل عندنا is a safe space. قولوا لي يا مس النهارده اليوم ما كانش كويس، النهارده ما فهمناش، النهارده مش عارف ايه، النهارده البيت حصل فيه كذا، النهارده احنا اتخانقنا، النهارده البولينج، النهارده اللي مش عارف ايه. كل ده قولوا لي الكلام ده، انا هعالجه بطريقتي، بالثواب وبالعقاب وبكل حاجه، بس هعالجه وانت عارف ان انا بحبك، بس this is going to be the consequence. ده رد الفعل بتاعي عشان اربيك، عشان تتعلم الدرس. لكن اعملوا ده عندي، ما تعملوهوش بره البيت. ده الخوف. اوكي، كمان عندي نقطتين بدي اقولهم عن هذا الموضوع. عن واحدة منهم قصة الكونسيكونس، وكيف معقول بمحلة تلعب ضدنا إذا ما انعملت بطريقة مزبوطة. وواحدة منهم إنه أنا مش صعب علي إني أخلق a safe base. منه شيء كتير complicated أو صعب. مجرد ما أنا، هي قاعدة واحدة بالنسبة لي، مجرد ما أنا عامل ولادي بالطريقة يلي أنا بدي أعامل فيها، بكون أنا خلقت safe base. It's as simple as this. بدي لما أغلط جوزي يقصصني، يضربني، يعيط علي، يزلني، يحسسني، يهيني، يحسسني انه انا غلط، يحسسني انه انا ما إلي قيمة، I'm not of value. no. انا شو بدي اياه يعمل؟ بس انا اغلط، بدي اياه يقول لي تعي نشوف شو صار، تعي نشوف شو الافكار اللي قطعت على راسك انت وعم تعملي هذا الشيء، شو الشعور اللي كان عندك قبل ما تتصرفي بهذه الطريقة، شو الشعور اللي كان عندك ايه انت وعم تتصرفي بهالطريقه، شو الشعور اللي كان عندك ايه من بعد ما تصرفتي بهالطريقه، شو الفكره اللي ترافقت مع كل شعور قبل وديورينج وبعد. شو كان الشيء اللي بدك اياه، شو كان النتيجه اللي بتتوقعيها. هاي هي النتيجه اللي اخذتيها، كان هو الشيء اللي انت بدك اياه ولا كان بدك something different. تمرت التاني، شو كان فيكي تعملي instead من اللي عملتيه كرمال تحصلي على النتيجة اللي بدك إياها من دون ما تعملي الأذى اللي عملتيه بالضبط بكل محبة. هل صعب هيدا الشيء اللي قلته؟ عارفة بيبقى صعب إمتى؟ بيبقى صعب لما بيكون الأهل مشحونين قوي تحت ضغوط كتيرة، مادية، اقتصادية، واقفين في الزحمة بقى لهم ساعتين، في أكتر من طفل، ممكن في قلة نوم، في حد مريض، في أب وأم هم أبوهم وأمهم تعبانين معاهم، فبيبقوا أي غلطة، أي مشكلة، بركان من الغضب بينفجر في الولاد، لأن أنا ما عنديش طاقة مشحونة ان انا اديها لحد. هل ده صح ولا غلط؟ انا مش بنيجوشي، يعني مش بتكلم في بس هيدي نحن عنا اياها مشكلة كتير كبيرة حنان، كبيرة. لانه انا يعني مش عم فرغ طاقتي، يعني انا بانه طبشت باب كسرته، انكسر باب بيتصلح، انا عم بكسر انسان. صح. يعني انا هل ردة الفعل اللي عملتها عم بكسر علاقة بيني وبين ولادي، ما بعرف behind closed doors بكرة البنت هي وقاعدة بأوضتها مع مين رح تحكي، لمين رح تفضفض. هيدا الشخص اللي عم تفضفض له كيف رح يستغل ضعفه. في عم بشتغل معها من فترة، كنت على شيء، الأم كتير واعي وكتير عم تلقط المواضيع اللي عم بتصير مع بنتها، وعم بتشوف تليفون بنتها الأحاديث اللي عم بتصير معها. بنتها عم تتعرض للبولينج، عم تقرأ الأحاديث
بينها وبين بنتها واشخاص تانيين اللي على الشات الواتساب. نحن عاده هيدا الشيء نحن ما بنفضله، بس بهيدا الجيل بدنا نعمله لانه ما فينا. انا ده بقول نفس الكلام، ما فينا. قريت الشاتس عم تتشكى لحدا من اصحابها، في عندها رفيقين عم تتشكلهم، واحد من رفاقها عم يمرق بتجربه بعد اصعب اللي هي عم تمرق فيها، وهذا الصبي عم بيشطب حاله، عم بيشطب ايديه. حبيبي انا وهو هي قالت اوكي سو هيدا اللي بنعمله، صارت هي عم بتشطب ايديها. وولد تاني قال لا انت بدك تتخطي، وهيدي تجربة عادي وكلنا بنقطع فيها، والحياة فيها ups and downs ومن عمرها. ليك هذا الصبي التاني شو واعي ما شاء الله. الحياة فيها ups and downs، وهيدي تجربة بكرة رح تمرقي بتجارب بعد أصعب من هيك، وانت بدك تقوي حالك وآخر همك ويصطفلوا، والمهم انت مقتنعة بحالك. هيدا الحكي. طيب أنا شو بيضمن لي إنه أول ولد تأثيره عليها ما يكون بعد أسوأ من هيك؟ شو بيضمن لي إنه هيدا الولد أول واحد يقلها إنه أنا عم فكر بإنه أذي حالي بعد أكتر من هيك، ويقوم ينفذ؟ شو رح يكون تأثير هيدا الموضوع عليها لإلها؟ طيب هيدي البنت بدل ما تروح عند حدا لهي تفشله خلقها، أنا لازم أكون السيف بيس لتفشلي خلقها. صح. أنا اللي لازم تحكي لي وتفضفض لي. بس هيدا بيجي نتيجة، يعني أنا بقى توجهي للأهل يلي عندهم أولاد صغار بالعمر، مع عمر كتير صغير أنا بدي أخلق السيف بيس على عمر أيام بخلقه from day one، بخلق السيف بيس. والأولاد والأهل يلي عندهم أولاد أكبر it's not too late، I can still do that. بس في عنا شغل بدنا نعمله، في استراتيجي بدنا نتبعها، في حكي بدنا نحكيه مع الأولاد. أنا بدي أقول له لابن المراهق أنا بعتذر إنه أنا كنت عم بضربك، أنا بعتذر إنه أنا قللت قيمتك وقللت احترامك and I promise you I'm not gonna do that from now on. Let's help each other build a better relationship from now on. and trust me الأولاد لما ينحكى معهم بهذه الطريقة they collaborate، بيفهموا بيقدروا، بس they need to see change. يعني أنا ما في أقول له هيدي الجملة وتاني نهار أنا to go back to revert to the old approach. if I did بقول له sorry ماما يلا I'm gonna go from zero، يلا رح أرجع بعتذر. ما بتعرف إنه خلص أنا it was a habit لإلي، بعتذر يلا go from zero، let me start over mommy. so حتى لما أنا أرجع أغلط من بعد ما أكون وعدت، أنا وعم بقول الجملة فيه to stop بالنص، وقول له let's go a step back، let's start from the beginning. Mommy what do you think of that؟ no? حكيت القصة دي كذا مرة على البودكاست قبل كده، إنه كان في فقرة كده في حياتنا سنة أو من سنتين، هو كان أنا كنت بعمل حاجة وبقول كلام معين ماشي على نمط معين بقوله، وأنا مش شايفة إن أنا بعمل حاجة غلط، شايفة إنه عادي يعني. وبعدين لاحظت إنه طريقته معايا، وده بقى أنا عايزة أتكلم فيه دلوقتي، لاحظت إن طريقته معايا متغيرة. هو ابني عامة is a nice kid، يعني هو مش حد سخيف، بس معايا طريقة كلامه فيها حد كده شوية، وانا مش فاهمة فيه ايه، انا بتصرف عارفة طبيعتي عادي. فمرة من المرات يعني غلط، لو لا في باوندري ما ينفعش يتكسر ما بينك وبين امك مهما كنا احنا صحاب. اكيد. فرحت خبطة معاه، فخبط فيا، قلت له لا هنقف بقى هنا افهم فيه ايه. فراح مفتوح معايا في الكلام، وكانت قاعدة يا ريهام قعدت ساعات لليل، كلام تقيل اتقال وسمعته من طفل وده ابني، وانتي بتتصرفي بتلقائية رهيبة مش قصدي خالص. اكتشفت ان انا بقول حاجات معينة بتوجعه وبتجرحه من دون ما انت تنتبهي، مش ومش نيتك، مش نيتي خالص. وبعدين انتي مفروض ان انتي بتدرسي الاهالي الكلام ده ودارسه والماسترز ورايحه وخبره وعامله بقى فيها ايه، فاهمه ام العريف، وانا بعمل ده في ابني. فهو مش غلط ان انتي تقفي تقولي لا على فكره انا غلطت وانا جرحت اعز الناس ليا، انا ابني ده يعني اهم حد في حياتي، تقولي الكلام ده، وان انتي تقفي تقولي انه انا غلطانه، انا اسفه، انا مش هعمل كده تاني، وعملت كده تاني، لانها زي ما انتي قلتي بالظبط it's a habit. فانتي العاده اللي انتي متعوده عليها والكلام اللي انتي متعوده ان انتي تقوليه قلتيه تاني، وبتقفي تقولي انا اسفه، انا غلطانه، انا متعوده ان انا اتكلم بالطريقه دي، I promise ان انا مش هعملها تاني، and if I do I promise انها مش مقصوده،
وهقف اعتذر لحد ما الحمد لله بطلت. بس كان conscious effort ان انت تغيري كور عندك لحاجة انتي متعودة انك بتعمليها وبتقوليها. بتعرفي شو علمت ابنك؟ غير انك زبطتي علاقتك انت وياه، الحمد لله يا رب، كمان علمتي انه نحن نعترف بغلطنا عادي، ونحط استراتيجي لنحن نصلح هيدا الغلط ويكون في عنا بديل، ونحن وعم نجرب نغلط ستيل منوقع كذا مرة وإتس اوكي، بس المهم يكون في عنا intention انه نحن نحط هدف براسنا انا بدي اشتغل عليه لأوصل له. فأنت مش بس صلحتي علاقتك انت وياه، علمتيه a very important life lesson. وشو قصة انه الولد ما نحن ما بنعتذر منه، يعني مش مهم مشاعره، ما هي الشتلة الشتلة اللي هي شتلة إذا ما غنشتيها واهتميتي فيها وحكيتي معها ما بتزهر لك، ما هو حتى النبات بيربى على الغنج وعلى الاهتمام. الولد ما بده يكون نهتم بمشاعره. شو يعني نحن ما نعتذر من ولد؟ في أوقات نحن ما بنعتذر ايه، لأنه هلأ كمان يعني مهم ندوي على الموضوع، صار الاعتذار رايح للمدى التاني، إنه صار حتى لما نحن نغلط، يعني حتى لو ما غلطنا بنعتذر من الولد، صار يعني عم بتروح شوي على منحى تاني. بس لما أنا أغلط غلطة كبيرة، غلطة بالكور، قلل احترام، قلل قيمة الولد، أنا أكيد بدي أعتذر. صح. وبدي فسر له أنا ليه عملت هيك ومش غلط، قله إنه ماما نحن هيك ربينا، نحن ما كان في أيامنا شيء اسمه emotional intelligence أو emotional regulation، هيدي ما كنا نسمع فيها، مش ولا أهلنا يسمعوا فيها هن وصغار. فنحن هلأ عم نتعلم هذا الموضوع على دوري لإلي إجا التغيير، فأنا هلأ عم جرب غير. عذرني لأنه أنا ما كنت بعرف هيدا شيء أنا وصغير، أنا هلأ عم بغير على دورك. صح. So just bear with me. صح. هو بالظبط ده بالظبط اللي انا قلته، وقلت له I promise ان انا هتغير. بس الحديث ده تقيل يا ريم. عارفه لما هتفتحي حديث تقيله مع ناس بتحبيهم صعب. يعني انا عندي ناس مثلا بيقولك ايه رايحين couples therapy، انا ببقى حاطه ايدي على قلبي، لان انا فاهمه ان في احاديث كتير هتتفتح ما بين الزوج والزوجه، ان هما الاتنين هيتوجعوا، هيبقى في كلام تقيل بيتقال. ف يعني going back بقى للادوليسنس اللي احنا بنقوله، انا الاب قبل الاب السايكولوجيست في الحلقة الثالثة رائعة، مش معقول رائعة. أي. جمال الحديث والتسلسل بتاع الحديث. لا يعني انا عرفت في بعد الحلقة الثالثة دي كنت روحتي في البيت، كان جسمي بيترج من كمية البكا اللي انا بكيته. قد ايه اتأثرت من الولد وقد ايه اتأثرت ليها، والعلاقة اللي هي بني، فهي she was a safe space للولد. في نفس الوقت هو يا حبيبي بركان من العواطف. ولما قالت له انت فاهم ان كيتي ماتت، هي مش هترجع تاني، فهو بصلها ومش فاهم. انا متهيألي ان هو ما كانش مدرك حجم المصيبة اللي هو عملها. عشان كده في الحلقة الرابعة لما قال له I will plead guilty، I think انه up to that level هو ما كانش واخد باله من شو صاير، من ايه اللي حاصل. بس الكلمة بقى اللي وقفتني، اللي رجتني لما قال لها because I'm ugly do you think I'm ugly. احنا بنقلل من قيمة أهمية الحاجات دي عند الولاد. لكي هيدا الصبي بالرغم من انه عمل جريمة وستيل انا بشوفه انه هو ضحية بمجتمع، لانه لو ربي بغير طريقة، لو كان في عنده a different safe base، لو كان بس يتم التنمر عليه في عنده مين يرجع لعنده يقول له انا حدا قال لي هيك، انا عن جد بشع. لما يكون في عنا سيف بيس، شو ما نحن نتعرض له برات البيت، في حدا بس أوصل على البيت بفتح الباب بقول له دغري، ما بقول مرحبا، صار معي 1 2 3. هذا هو السيف بيس، مش انه انا بخبي ولا ما صار معي شيء وآي هذا قدي ولا ما بدي خبر ماما لما تزعل، وما بدي خبر ماما لما تعمل رياكشن او تروح على المدرسة او تعمل اي تصرف. I don't want her to fix this، لانه رح تجرب to fix it وما رح يطلع بإيدها شيء. so يعني لو هيدا الولد كان في عنده a different safe base، ما كان
اضطر يوصل لمحل يعمل. ما عم برر، لا بس عم بقول انه هو لو عايش غير اكسبيرينس ما كان وصل لهيدي النتيجة. اكيد النتيجة كارثية، بس هو عمل هذا التصرف لأنه he was hurt. ومنسمعها كتير hurt people لأنه هو كان هالقد مجروح وموجوع. وخصوصا فترة المراهقة نحن بنعرف قديش بيكون. فرانسواز دولتو محللة نفسية كتير مشهورة حكيت عن كومبلكس دومار هو الكراكند. الأمار هو الكراكند بس بيكبر، يكون صغير ويكبر. الأوتر شell تبعه ما بتكبر معه لأنه هي قاسة. فبفترة من حياته بس جسمه يكبر على هالقشرة، شو بيصير؟ بيكسر هيدي القشرة، بس بيكون هو extremely vulnerable. فهو حيلا ضربة بيكلها بهيدي الفترة، شو بيصير؟ بتقتله. فهو شو بيعمل؟ بيروح بيتخبى بالوقت اللي هو لما يكسر هيدي القشرة، بيروح بيتخبى كرمال يرجع يبني قشرة جديدة على قياسه الجديد. سبحان الله. هيدي عبرة بكتير شبيهة بعمر المراهقة. عمر المراهقة هو عم بيكسر قشرة الطفولة اللي أنا صغير، عم بيركب على حاله قشرة جديدة اللي هي أنا كبرت، أنا عم بكبر. فبهيدي المرحلة العمرية كتير منشوف إنه المراهقين بيقعدوا بأوضتهم كتير، بينعزلوا، بدوا يقعدوا لحالهم، ما بدهم يشاركوا أشياء، لأنه بخافوا بهيدي المرحلة إنه ياكلوا ضربة ما يكونوا قدها وقادرين يتحملوها. فعم بيحموا حالهم بهيدي الطريقة. أكيد هيدا إذا بدك غريزة يعني بتخلق معنا، مثل ما هو الكراكند غريزة بيروحوا بيتخبى كرمال ما ياكل ضربة. لا أنا هقطع كلامك ثانية واحدة بس. التشبيه ده كان أهالي كتير بيقولوا أنا ولادي بيبقوا أونلاين على إنستغرام على سناب شات على كده and they don't post. أنا اتكلمت مع ابني وصحابه على الموضوع ده قريب، فكان لهم على إنستغرام accounts and we're all following them، ولقوا إنه هما they don't post. يقولك لأ، ما هو أنا لما post صورة أو شكل أو كده ممكن الناس تتريق عليا، ممكن الناس تقول لي كلمة سخيفة، ممكن فإحنا we post الستوريز وبنشوف ايه الرياكشن. لو الستوريز الرياكشن بتاعتها كانت بوزيتيف بننزلها بوست، ممكن ننزلها بوست. لو الستوريز الرياكشن بتاعتها مش بوزيتيف مش بننزلها بوست. بالضبط، لأنه الولاد بهيدي العمر حيلا انتقاد أو كومنت سلبي بتهزن، بتهز كيانهم كله. فبالتالي لما يتم التنمر عليهم، ليه منشوف كتير مراهقين عم ينتحروا من وراء التنمر؟ ما عارفين يا رب، الله لا يجرب حدا، بس منشوفها كتير ومنسمع طول الوقت. منسمع ليه؟ لأنه اجت هيدي الضربة على الكراكندي اللي بعد ما عمل القشرة الجديدة. كرمال هو هيك أنا بدي أخلق هالسيف بيس لما يتعرض لهالضربة يجي يحكيني وأنا أسلقه، أنا أعرف شو قله. أنا مش هدفي بس إنه أحميه، it's not just protection، أنا بدي ساعده يعرف كيف يتعامل مع هذا الشعور. هيدي الضربة ما تهز الكيان والكور تبعه كله سوا. فهيدا الصبي كان هو وعلى فكرة وأصحابه 2، هن 3 شباب أصحاب، 3 أولاد. واحد عم يتنمروا عليه لأنه فقير، وواحد عم يتنمروا عليه عم بيقولوا إنه هو غبي، وهو عم يتنمروا عليه إنه هو بشع. فإذا بدك تجمعوا مع بعضهم هالتنمر، باقة التنمر على 3 هو ما بقى قادر يحملها. وحتى باللحظة الضعف تبع البنت اللي كان عم يجرب يحكي معها، اللي هي البنت اللي قتلها، هي انتشر لها صور لها وتم التنمر عليها. فهو استغل لحظة ضعفها to ask her out، وعلى أساس إنه لأنه هي ضعيفة بتقبل فيه. لك قديش فكر إنه بلحظة ضعفها أنا بدي استغلها تقبل فيه، وبالرغم من هيدا قلت له I'm not that desperate. صح، رفضته. فهيدي ضربة تاني اجت عليه. فهو بالنسبة له، بالنسبة لمدرسته البنات، حكي هو عن 80% 80% of girls like only 20% of boys. فبالتالي أنا مني منها 20%، أنا I'm not accepted. شو يعني أنا عم يتنمروا على شكلي؟ أنا I'm not pretty, I'm not handsome. أنا مني منها 20%. I'm not accepted, I'm not seen, I'm not valued. ضربنا الكور للعظم كله، الكور النسف. فبالتالي الولد بده يعمل رياكشن، يا بيلجأ للتعاطي، حيلا نوع تعاطي، يا بيلجأ يعمل الشيء اللي عمله هو، يا بيلجأ ليعمل شيء على حاله مثل اللي عمله بس على حاله. أيوة، ما نحكي كلمات كبيرة، بده يعمل ردة فعل لأنه ضرب الكور تبعه، وهو بعد ما عمل ده أوتر شل اللي بتقدر تحميه. نحن ككبار بس نتعرض لتنمر،
التنمر ما بيأذينا بالدرجة اللي بيأذي فيه المراهق، لأنه نحن already the outer shell بتكون اكتملت، يعني بتكون قادرين نعمل تولز تانيين. بحكي لرفيقتي، بعمل ثيرابي، بعمل مديتيشن، بروح ريتريت، بروح كزدورة بالسيارة، صح. بعمل هيلينج، بصلي بالضبط. في عندي كتير other alternatives. الولد المراهق بحس انه خلصت الدنيا بالنسبة له، ما بيحس انه في عندي امل بعد للمستقبل. he doesn't see the future. no. البنت كمان مش بس لما قال لها كده، هي كمان تنمرت عليه in public على البوست بتاعه، و بإيموجيز الناس الكبيرة بعد ما حصلت حادثة القتل دخلوا قالت دي كانت لطيفة قوي، دي عامله له هارتس وبتقول كلام حلو وعملوا ايموجيز وكده، وخلت الأولاد التانيين يدخلوا يلايك اللي هي بتقوله، فهي بقت more popular زي الأول قبل ما الصور بتاعتها تنتشر على حسابه. فالأهل أو البوليس لما شافوا الكلام ده كانوا شايفين إن البنت إيه، لذيذة لطيفة، بتقول كلام حلو، they're friends، مش فاهمين. فابن الراجل بتاع البوليس لما راح المدرسة، الولد التينيجر أخد أبوه قال له it's embarrassing to see you blunder this way، إن أنت مش فاهم أي حاجة. وقعد الولد يفهمه، يقول له الإيموجي البيربل كذا والهارت الأحمر كذا والهارت الأصفر معنا كذا. فكان في ما بين الأولاد في التنمر واضح إنه ده حاجة عادية. أنا اتبسطت من المسلسل إن هو ما خلناش نتعاطف مع إن جيمي بريء، يعني ما فيش حد فينا. أنا تعاطفت مع الولد اللي حياته راحت والبنت اللي حياتها راحت هدر، بغض النظر بقى عن مين حلو ومين وحش. في الآخر هم أطفال والحياة كانت قدامهم إن هم يتغيروا، كله ضحايا. حتى البنت المتنمرة هي ضحية. ما في إنسان بيخلق متنمر، ما في إنسان بيخلق هيك من عند الله إنه أنا بدي أذي شخص تاني بوجه. في تجارب بالحياة عشتها لاضطرت تأذي، مثل ما هو في تجارب بالحياة عيشها لأذى. مش يعني الأذية صح، لا بس ما كان في حدا تاني يقدر يعلمهم otherwise. صح. طب إحنا اتكلمنا في المشاكل واتكلمنا في الحاجات اللي بتحصل. لو إحنا عايزين نقول 3 حاجات الأهالي ممكن تعملها في البيت تخلق بيه حاجات براكتيكال، يعني حاجات عملية هيقفلوا الحلقة النهاردة ويقدروا إن هم يقوموا يعملوها في بيتهم، ممكن نقول إيه؟ Open communication is on the top of the list. أوكي. شو يعني open communication؟ يعني أنا دايما خلي باب الحوار مفتوح أنا وولادي. ما في شيء اسمه it is what it is، ما في شيء اسمه أنا اللي بقرره نقطة على السطر. في إشياء نحن كتير منكون فرم فيها. أنا من الأشخاص اللي كتير بقول إنه نحن بدنا نكون ثابتين بطريقة تربيتنا. أنا في عندي قانون بده ينفذ، بس ما بينفذ بطريقة عسكرية أنا الديكتاتورية. أنا بدي أشرح وفسر بالتفصيل جدا ممل أنا ليه حاطة هذا القانون عن السكر. تعا ماما نقرأ هيدي الدراسة وهيدي الدراسة وهيدي الدراسة وهودي 50 دراسة، شو تأثير السكر على دماغك وعلى جسمك. الشاشات ذات الشيء، النوم برات البيت ذات الشيء، إذا حاطين إنه نحن قانون عدم النوم برات البيت، فحيلا قانون بدي حطه. حتى القوانين اللي بدي يكون جدا صارمة فيها بدي فسرها قبل ما أخذ الموقف. الحمامات، مين بينام معانا، مين بيدخل فين، بنغير فين برا البيت. بس أنا بدي أشرح وفسر. إذا وصل لمحل من بعد ما قريت أنا وياه 20 دراسة وما اقتنع، هي مشكلته مش مشكلتي. بس بدي خلي the line of communication مفتوح. يعني حتى أنا لما يصير في عندي مشكلة بشغلي مع أصحابي، اجي قلن أنا صار معي هيك اليوم بالشغل، شو برأيكم لازم أعمل؟ تعالوا نفكر سوا. بتعرفي كتير أوقات بيصير في incident معي بالشغل، مش incident، كيس اجت لعندي عم بشتغل أنا وياها من دون ما سمي، بتناقش أنا وولاد خيي فيها. في إمام اجت قلت لي إنه صار مع ابنها، وهن بيكونوا يعني أنا بنقي مين الكيسز اللي بدي قلن إياها لعلمهم من وراها درس. البنت عمرها 9 سنين، صار معها 1 2 3. أقولكن شو حست هيدي البنت، أقولكن شو فكرت، أقولكن شو لازم تعمل. حلوة الفكرة دي. فأنا لما شارك هيدي المعلومات معهم، أنا مساقبة إنه بشتغل بعالم الولاد، بس بحيالله عالم أنتوا بتشتغلوا فيكم تخبروا أولادكم إنه أنا المدير تبعي قال لي هيك، شو لازم أعمل؟ أقولكم هو ليه قال لي هيك، أنا حسيت هيك،
أول كان لازم بحس بغير طريقة. كيف كان لازم فكر؟ أنا فكرت فيها بهالطريقة، أول كنت فكر فيها بغير معك حق ماما، إيه كان لازم فكر فيها. أنا ليه أخدتها بهالطريقة؟ أنا ليه حللتها هيك؟ معك حق، هو يمكن مش قصده هيك، مش نيته هيك. طب شو برأيك لازم أعمل؟ تعال نفكر سوا، ساعدني بالتفكير. لما هو يساعدني بالتفكير، أول شي بحس حاله إنه هو لازم يفتش على حلول، كذا حل يعطيني يساعدني. أنا بكون عم نمي الكريتيكال ثينكينج عنده، عم نمي البروبلم سولفينج عنده، عم خليه يفكر بطريقة ناضجة مش بطريقة ولادية. بطل احكي معه بعيط عليه بلومه. عم ساعده يفكر بنضج أكتر، وعم ساعده كمان بس يصير عنده هو مشكلة يجي يخبرني. صح. لأنه أنا ما عم بحسسه أنه أنا اللي بفهم وأنت ما بتفهم، أنا الصح وأنت ما بتعرف شو الصح. لما أنت توقع بمشكلة لازم تيجي تستشيرني لأنه أنا دايما بعرف شو هو الصح. لا، أنا مش دايما بعرف شو الصح، أنا بفكر أنا وياك. عم بقلل هالجاب بيني وبينه لخليه يحسسه أنه أنا قريبة منك، أنا مني حدا عايشة قاعدة على الكرسي العاجي تبعي وأنت بدك تنفذ أوامري. أنا عايزة أحكي لك قصة على اللي أنتي بتقوليه ده، كنت مبتسمة عشان كده. كان عندي كلاينت برضو، أم جميلة كانت عايشة في إنجلترا وعندها بنتين، قولي مثلا 14 و8. فدايما علاقتها مع ال8 هي بتقولك إن هي she's the easy child، يعني أسهل بالنسبة لها إنها تتعامل معها عن الكبيرة. بس بتقولك إن هي كانت علاقتها بالكبيرة متوترة جدا، بس ما فيش ما بينهم حديث، يعني مش بيتخانقوا، ما فيش ضرب، ما فيش إهانة، في علاقة احترام ما بينهم هما الاثنين، بس ما فيش علاقة أصلا. كلي هشيلي أكلك ماما عايزة كده، بس ما فيش كده. فقلت لها انتي ساكنة في منطقة حية كده؟ قالت لك لا حياتها كتير. قلت لها طيب في مكان مفضل بنتك بتحب تروحه؟ بتروح مثلا مكان ايس كريم بتحبه. قلت لها طيب 2 مرات في الأسبوع بوك اديت معاها ان انتوا تتمشوا تجيبوا ايس كريم وتيجوا، والصغيره تبقى مع ابوها. فبص يعني قالت لي اللي انتي بتقولي. قلت لها بس طوعيني. وقلت لها هو اكسبكت ان انتي هتروحي اول مره هي مش هتتكلم وهتبقى مش عايزه تيجي معاكي وهتدور على سبب انها ما تجيش معاكي، بس طوعيني، روحي maintain a silence it's okay وابدأي انتي احكي لها عن يومك. قالت لي هي she's a professor في الجامعه، فبتقولي احكي لها يعني حاجه ممله. قلت لها ده انتي بالذات عندك كميه قصص ستودنتس عملوا والدين حصل ايه، وكان في بروتست النهارده وسترايك بكره ورحت واتغديت والسكوير اللي كان جنبي يعني. بالظبط. قلت لها اتكلمي معها 14 سنه دي كبيره. قالت لي طب ولو اتكلمت معها ما ردتش؟ قلت لها keep going. كان عندها بقى فولو اب معايا بعدها باسبوعين. فقلت لها، قالت لي اول 2 مرات كانوا صعبين جدا. قالت لي اخر مره بس اللي بدأت تسألها ايه طب وايه اللي حصل في المشكلة اللي انتي حكيتي لي عليها؟ طب إيه؟ قالت لي واحنا طالعين البيت قالت لها ماما I'm looking forward ان احنا نعمل كده المرة الجاية. فبتفرق قوي لما ولادنا يحسوا كده. ومن الحاجات اللي انا بقولها دايما الامهات والابهات لما بيجوا كمان، انه تعاملوا مع الولاد كأنهم الكلاينتس بتوعكم. لو انا عندي كلاينت عايزاه يجي سبونسر والراجل ده معصلك معايا مش عايز يجي، مش هفضل وراه اجرب معاه، ابعت ايميل ما يردش، ادور عليه على لينكدين اشوف واحد صاحبه ممكن يبقى جوزي يعرفه، اعرف اوصل له، هوصل اللي مش عارف ايه، هدور عليه على انستجرام، هبعت له بوست، هبعت له ريل، هبعت ايميل تاني. مش انا هفضل وراه لحد ما اجيبه ككلاينت. قالوا الناس بتقولي تعاملوا مع اولادكم ان هم كلاينتس، keep following up معاهم بطريقة. هجرب باب هيتقفل مش هينفع، هجرب باب تاني. في الآخر مين أهم حد في الدنيا؟ مش ولادي؟ أفضل أجرب أدرب كده على البيبان لحد أما حاجة تفتح. بالضبط. طب إيه تاني يا ريم؟ open communication أول واحدة. إيه بس بدك يعني نعلق نقطة على اللي قلتيه قبل ما نكمل، إنه في هيدي إذا سطل مي كبيتيه على حجر ما بيعمل شيء، بس إذا نقطي نقطة على الحجرة مي رح تفسخ الحجرة. الإكزامبلز بتاعتك جميلة والله. يعني عارفة بتحسي إنها كده يعني بسيطة بس بتجيبي اللي من الآخر. فكونسيستنسي هو يلي اللي بيخلينا نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها بحيالله شيء. منبلش من الجيم والأكل والضعف لا اللي بدك. قولي يا رب احنا شغالين اهو يا رب.
لما الولاد أول مرة ناخدهم على شي محل أو نقعد نحن وياهم quality time ما رح يفهموا شو عم نعمل. تاني مرة كمان ما رح يفهموا. ثالث مرة شو صرنا قاعدين 3 مرات، رابع مرة، خامس مرة شو هيدا صار روتين. وخصوصا لما نحط كلمات اللي على اللي عم نعمله، إنه it's a date أنا وياكي twice a week بدنا نظهر. ولما نكون معتبرين هيدا الموضوع شيء خلص يعني sacred، إنه ما في شيء أنا ما بتنلغي نحن twice a week بدنا نظهر، يعني بدنا نظهر. إذا هيدا النهار ما قدرت النهار يلي بعده صح. وقتي أنا وياكي السيكريد ما في شيء بخليني ألغيه، بس في ظروف قاهرة بتخليني أجله. ليك قد ايه انت مهمه بحياتي. انا وقتي وانا عم بقضي وقت معك كرمالي قبل ما يكون كرمالك، because I enjoy your company. بالضبط. بس نقارب المواضيع مع اولادنا بهيدي الطريقه هن رح ينبسطوا اكتر معنا. وتاكدي يعني مثل الاكزامبل اللي عطيتيه eventually ما في ولد هدفه not to connect emotionally connect with the parent. إذا he's not emotionally connecting I need some more time with them. With time they will. هيدا emotional connection بعد due to الوقت والظروف والمشاكل اللي بنمرق فيها عادة مع الولاد، بس with time إذا عرفت تبعت الخطوات المضبوطة رح ترجع. بزيادة على اللي انتي بتقوليه بقى، أو بالضبط اللي انتي بتقوليه، كانت من الحاجات اللي كنت قلتها لها ان بعد ما تخلصي الديت ده اللي هي بيقعد مدته 10 دقايق لثلث ساعه على قد رحنا جبنا الايس كريم ورجعنا يعني ولا حاجه، قولي لها انا اتبسطت قوي ان I spend time with you I miss you اول اتبسطت قعدت معاكي. فهي الام كانت بتقول، ودايما الاهالي بيقولوا الكلام ده، طب ما هم عارفين يعني ان احنا بنحبهم they need to hear it. ده love language مهم جدا على فكره they don't know انه نحن بنحبهم. ايوه they don't. اما اكيد انا بحب كتير ولادي. هي بتعرف انت شو عرفك انه هي بتعرف، وشو عرفك اصلا انك انت عم تستعملي her love language مش your love language. ولادنا بكتير اوقات لا ما بيعرفوا انه نحن بنحبهم للاسف. نحن بنعبدهم ونحن we live for them، مش انه بنعبدهم بس we live for them. بس still في كتير ولاد ما بيحسوا بهذا الحب، لانه نحن ما عم نلاقي شو طريقه حبنا، شو طريقه حبه اللي هو بتعني له واللي بده اياها، اللي بتفرق معاه فعلا، اللي بتفرق معه لإله. انا بفرجي حب استنادا لأنا شو بحب. يعني اذا انا my love language is quality time I spend quality time with my kids، بس يمكن هن اذا their love language is physical touch انا ما عبطهم وما بواسهم ما بيحسوا انه انا بحس انه انا بحبهم لانه I'm doing the thing that I love. فهي نقطة مهمة. وقلتي ذكرتي شيء بدي ارجع له اللي هو مثل ما هي البنت سألت إما أنت بشو صار معك I do كمان the opposite. يعني لما البنت أو الولد يقول لأمه صار معي هيك رفيقي صار معه هيك بعد 2-3 جمعة جمعتين أنا بسأله دخلك رفيقك اللي صار معه هيك صار معه رجع شيء؟ لأكد له أنه أنا سمعتك صح. أنا مذكرتك، أنا مهتمة للأشياء اللي أنت بتعني لك، مش انه انا بس مهتمه باهتماماتي غير اهتماماتك الشيء اللي بيستهويك غير اللي بيستهويني. رفيقك شو صار معه؟ دخلك قلت لي انه امبارح صار هيك انت ورفيقك، رجع صار شيء دخلك؟ انا معك، انا سامعتك، انا شايفتك، انا مذكره، انا ماني ناسه. على اللي انت بتقوليه هديكي اكزامبل بقى حقيقي حصل معانا برضو. انا ابني a professional athlete بيلعب رياضه بسم الله. فهو طول عمرنا احنا في ملاعب لكل حاجه لحد ما في الاخر ايه نقل الجيم اللي هو بيلعب بيها يعني. فكان ما اقدرش اجزم ان انا بروح 100% من التمارين، بس بروح 70-80% من التمرين، وكل الماتشات اذا الله راد لو في حاجه يعني مسافره كده exceptions ما بروحش، بس مسابقات ماتشات ريسز مش عارف ايه I'm always there. انا وابوه الصراحه. فكان دايما صحابي يقولوا ايه احنا خارجين يا بنتي تعالي معانا، اقول لهم معلش ده مهم. كان مهم قوي ليه بقى؟ مش عشان انا عمري ما كنت بتدخل مع الكوتشز، عمري ما بتدخل مع كده. كان ايه بقى مهم؟ ان انا ابقى شايفه البلاي الجيم اليوم اللي هو فيه اوف مين الزمايله اللي معاه في التيم، ابقى شايفه ان ايه ده الولد ده كذا والولد ده كذا، وده يدخل بيتنا يبات معانا اهلا وسهلا، وده هنقابله من بعيد ونقول باي باي and that's it احنا على قد الماتش. لما كنا عارفين الاولاد باهاليهم وانا وجوزي كنا سنتر الاهالي، فرق مع ابني في الاداء بشكل مش طبيعي. مش عشان
هو احسن واحد ولا احنا احسن ناس، لا، عشان بقى فيه اهتمام في الحتة، ففي ديالوج شغال يا ريهام طول الوقت. فلان راح وفلان جه وفلان بقى ايه، لا وكنتي بقى بتبقي فاهمه ان ده عنده امتحانات وده مش عارف ايه وده مامته ولدت وده ابوه اتجوز. نحن هذا بنعمله مع زواجنا، ليه ما بنعمله مع اولادنا؟ يعني انا بعرف مثلا مين من زملاء زوجي بالشغل، بعرف مين اللي بيقعد معه بالمكتب، مين مديره، مين اللي مش مديره، مين شو اسم الكونسيرج، هم بنعرفهم بنحكيهم لبعضنا. أيوة. زوجي بيعرف انا مع مين عملت بودكاست ومع مين ظهرته. ليه اولادنا ما بنعرف عنهم هالتفاصيل؟ وبقول انا بقى فتره من فترات كنت بروح التمارين اخد معايا ايه، امتحانات مثلا بتاعت ماي ستودنتس اصلحها، كتاب اقراه، وبعدين لقيت ان انا غلطانه. انا لما بروح هناك انا لازم اركز في اللي بيتعمل هناك، لان زي الام اللي بنتها اخدت التليفون بتاعتها ورزعته على الارض، انا بعمل نفس الحاجه لما كنت بروح التمرين ومش مركزه. بدي اقول لك شيء، وبتخيل يمكن حكينا كتير اشياء مهمه بهذا البودكاست، بس اذا الاهل بدهم ياخذوا شيء واحد ياخذوا هيدي هلا الشيء اللي رح اقوله. في مره اخذت بنت خيي، رحت انا وياها ديت كواليتي تايم، حلو، مش من كتير، هيدي من كم شهر. أنا بوقتها كنت راسي يعني شو بدي خبرك في 100 شغلة وعم فكر بكتير إشياء ومضغوطة من كتير نواحي. نحن وبالمشوار خبرتني عن حلم حلمته، وأنا عم بقلها أوكي وإيه، وعم بجريها بالحكي. وصلتها على البيت، بس نزلت ما بعرف شو خطر عبالي، قلت هالبنت قلت لي حلم، شو هو هالحلم؟ مش مركزة. بس أنا شو عملت؟ أنا كنت معها كواليتي تايم، أنا بالظاهر وبالاسم ظهرت أنا وياها، بس أنا راسي ما ظهر معنا. أيوة. ما كان تلتنا، أنا راسي تركته بمحل تاني. وهيدا الشيء للأسف بيصير عندي كتير أهل بيقولوا لي إيه، ما أنا باخده على بوصله على المدرسة وبجيبه من المدرسة، بس أنت وعم بتسوقي بالروحة وبالراجعة راسك وين؟ أنا أخدته على الأكتيفيتي، بس شو بينفع أنك تاخديه على الأكتيفيتي إذا أنت بتروحي بتنطريه برا؟ أو بس أنت عم تعملي already the effort. يعني أنا عملت أفرت ظهرت أنا وياها وخصصت وقت وشلت من شغلي لأظهر أنا وياها. I did a big effort، بس ما عملت extra mile الأساسية، صح، إنه أخد عقلاتي معي. صح، إحنا بنشك البوكس، كلنا بنشك البوكس، بس إيه بقى اللي بيطلع من البوكس ده؟ يعني أنا عايزة بقى إيه أكمله للآخر. بس أنا بحس إن هو مهم قوي يا ريهام إن إحنا نقع في الغلطات دي ونكمله بوعي، يعني نكمل إن إحنا بنقول الكلام ده بطريقة مفتوحة زي دي. كلنا مضغوطين بالحياة حنان، كلنا يعني أوي. مش معقول الحياة شو ضغط وشو صعب، بس في نقطة كتير أساسية اللي هو إنه أنا لما فش خلقي بولادي أنا بكون هذا الضغط اللي عم ضغطه عم بضربه بمليون، لأنه ما أنا رح أرجع أدفع تمن إنه أنا فشيت خلقي بولادي. لما فش خلقي فيهم هن رح يسكتوا يمكن كلاميا بلحظتها، بس رح يرجعوا رح يكونوا حزينين، رح يكونوا قلقين، ما رح يحكوا لي بس يصير معهم شيء. فبالتالي إذا برمنا الدولاب، ما هو الدولاب راجع لعندي وعم يأذيني لإلي، فأنا كرمالي قبل ما يكون كرمال ولادي ما في فش خلقي فيهم. وهل فشة الخلق ونحن يعني هيدا الشيء عن جد أنا بحب ضوي عليه، إنه أنا ما قدرت اتحملت مضغوطة فشيت خلقي بولادي. طب أنت ليه عم تطلبي من ولادك ما يفشوا خلقهم فيك وانت مش قادرة تضبطي أعصابك وعم بتفشي خلقك فيهم؟ صح. خليني أرجع أفسر. يعني ما نحن لما نطلب من الولد إنه ما يتصرف بهالطريقة، هو يمكن تصرف بهالطريقة لأنه عنده مشاعر ما عم بيعرف يتعامل معها. أوكي، تصرف بهالطريقة، أنا عم بطلب منه يضبط أعصابه. أنت ليه عملت هيك؟ لا، أنت حتى لو مزعوج أنت ما فيك تتصرف بهالطريقة، بس أنا كنت مزعوجة وما ضبط أعصابي، أنا كنت مزعوجة وفشلت خلقي فيه. بالوقت يلي أنا عندي 2000 طريقة فش خلقي، مثل ما كنا عم نحكي، بتلفين لصديقة، بعمل مديتيشن، بعمل ثيرابي، بصلي، بكتب، بعمل جورنالينج. الولد شو في عنده؟ في عنده أنا. الولد ما في يفتح الباب ويظهر يكزدر، أنا في افتح الباب وقل له أنا راجع بعد شوي، يقعد مع بيو لكنت أنا رحت عملت برمي بالسيارة أو رحت عملت سبور. هو ما في يعمل هيك، ما بيقدر يتلفن لثيرابيست يقول اعطيني موعد بدي بلش ثيرابي. فأنا عم فش خلقي بحدا هو مش قادر يعمل ذات الفشة الخلق. صح. ولما يعمل هالفشة الخلق بلومه it's not fair.
it's not fair. وانا لما هم يتعودوا انه انت عارفه في adolescence حصلت برضو الجمله دي افتكرتها دلوقتي، انه الام كانت بتقول الاب لما كان بيقولها is it our fault is it مش عارف ايه، قالت له انت بتبقى عصبي ساعات وهو كان عصبي، فقلت ان هو خلاص ده بقى genetic trait طلع زيك عصبي، فلا so are you saying it's my fault؟ قالت له لا I'm not saying it's your fault, I'm just saying انه انا I assumed ان العصبية بتاعته دي وخلاص هو خدها منك، بس هو ما خدهاش منك جيناتيك، هو خدها منك ان هو تعلمها منك. ف ما احنا لما انا ولادي يشوفوني ان انا على طول بزعق على طول بتعصب، يمكن هم مش هيعملوا كده معايا اغلب الوقت عشان هم محترمين، بس اول رياكشن بالنسبه لهم بره البيت لما حد يعصبهم ينرفزهم، لما يبقى في شعور مش عارفين يتعاملوا معاه، ان هم هيقلدوني بره، هيتعصبوا هي كده. دايما حتى كانت مامي الله يرحمها كانت بتقول لو حد من اصحابكم لسانه بيتلفظ بالفاظ مش كويسه طول الوقت، اعرفوا ان ده جاي من البيت، ان البيت بيتلفظ بالمنظر ده. انا طبعا فهمت الكلام ده على كبر، بس هو فعلا احنا مرايه اهلنا في البيت، وولادنا المرايه بتاعتنا في البيت. فما هو انا لما بتعلمه ان هما this is how we react خلاص. بالضبط، مثل ما عم بياخدوا الاشياء الحلوه منا، عم بياخدوا الاشياء ردة فعل اللي مش ايجابيه، فاي عم يتعلموا هذا الشيء منا للاسف. it doesn't mean انه انا بدي لوم حالي انه صار الحق علي، مش مهم الحق على مين. it's not about pointing fingers, it's about identifying the root cause. the root cause انه this behavior was acquired due لهالريبيتيشن بالbehavior اللي يصير بالبيت. فانا علي وقف تكرار هذا الbehavior، وقف انه يصير كرمال هو يبطل يعمل هذا التصرف. it's not about feeling guilty and blaming ourselves, it's about knowing the root cause and how to remove it. هو مهم بس ان احنا عارفة يبقى في وعي كفاية ان احنا لما بنشوف نفسنا بندخل في الحتة دي نقدر ان احنا عارفة فرامل كده ونبدأ نعمل ريستارت زي ما كنا بنقول. هذا ريفلكشن كتير مهم. كل فترة وفترة we need to reflect on our life. نحن وين بحياتنا، بأي مرحلة بحياتنا، أنا بدي كمل هيك ولا أنا الدنيا اخدتني وسرعة البيس تبع الحياة اخدني وأنا مش عارفة حالي أنا وين. I need to reflect على الطريقة اللي عم بربي فيها، على علاقتي أنا وزوجي، على علاقتي الاجتماعية، أنا مين محوطة حالي بمين. صح. كل فترة وفترة I need to pause, stop and reflect on everything. على شغلي، علاقتي مع جوزي، علاقتي مع أولادي، علاقتي الاجتماعية، علاقتي مع أهلي، وأعرف شو الأشياء اللي بدي زبطها والاشياء اللي بدي غيرها والاشياء اللي بدي زيد منها. بكل شركه في عنا a vision and a mission نحن بنشتغل عليهم. الا بحياتنا، لا بعلاقتي مع جوزي ولا اولادي ولا اهلي ولا حدا ولا الاجتماعيه، علاقتي الاجتماعيه عندي لا فيجن ولا ميشن، ماشيين كده لاني ماك يلا على البركه، يلا في عيد ميلاد، يلا في مناسبه، يلا في عيد. بالضبط. بس what's my vision؟ يعني كنت عم بحكي أنا وصديقة هن هلأ هي وجوزها عم بيأسسوا حياتهم وبدون يستثمروا، عم بتقلي أنه أنا مش كل إيفنت بنعزم عليه بدي روح، لأنه I have a vision. صح. I have a vision أنه أنا بدي استثمر. I have a mission بحياتي. أنا ما في يلا كل من حدا قال لي تعي روحي على هذا الإيفنت أنا بروح وبدي حط $100-200 وأنا هودي فيه حطهم لعم جمع مصاري to invest. صح. هيدا قصد الريفلكشن. أنا وشو البرايوريتي تبعي بحياتي، أنا وين وصلت بتربيتي هلأ لأولادي، شو اللي بدي غيره، شو اللي بدي خليه، شو اللي بدي زيد منه، شو اللي I need to stop completely. هالريفلكشن كتير مهمة. أنا بالنسبة لإلي كل 3 شهور لازم نعملها. برافو عليكي. بس دي فكرة ممتازة. احنا بنعملها في بداية السنة الدراسية اللي هو أنا فين النهاردة وعايزة أروح فين الفترة الجاية، وبعدين بنقعد نفتكر ونبص ونشوف احنا كنا فين بالذات في حاجات الأكاديميكس يعني المواد اللي مش عارفة ايه. بس بصراحة يا ريهام الموضوع مش سهل الطباع اللي احنا كبرنا عليها وتربينا عليها مش سهلة خالص، وبتبقى محتاجة ان انتي طول الوقت تبقي بتشتغلي على نفسك وبتقفي تقولي انا غلطانة، طب انا عايزة اصلح وعايزة كده. كلام معاكي ما بيخلصش بجد مش عارفة اعمل ايه. يعني الحديث لذيذ والموضوع تقيل بس انتي خليتيه لطيف، فدي يعني انا عارفة انا كنت شايلة هم الموضوع ده، بس انا مبسوطة ان احنا اتكلمناه وناقشناه بشكل كده عملي، فممكن فعلا الناس تاخد افكار يقدروا يعملوها في البيت على طول. ولو حد عايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي؟
على انستغرام، صفحتي على انستغرام ريهام_منذر، او على الويب سايت تبعي www.rihammunzir.com. حلو، احنا هنكتب كل الحاجات في البايو. نورتينا فعلا يا ريهام، شكرا كتير، ومستنياكي تيجي تاني دبي عشان نعمل بارت 2 و 3 بإذن و 4 الله. و 10 وكل حاجه بإذن الله. ثانك يو. ميرسي لك. شكرا انتوا سمعتونا لحد الاخر في الموضوع عائلي جدا. كل اقتراحاتكم وكل افكاركم بتفرق معانا جدا. اي وقت محتاجين تبعتوا لنا اي حاجه، تقولوا لنا افكاركم وارائكم واقتراحاتكم، حقيقي هتفرق معانا، ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم بينا. شكرا.